بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. النهاردة عندنا 4 مواضيع نتكلم فيهم. أول موضوع عندنا انتخابات اتحاد الكورة، ثم ماتشين تحليل مباراتين بتسوانا الراس الأخضر وبتسوانا، وبعد كده قضية أحمد أبو الفتوح، وبعد كده المنتخبات اللي صعدت والانتخابات اللي هبطت. أول حاجة نتكلم على انتخابات اتحاد الكورة بقيادة مش مهندس هاني أبو ريدة. ألف 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 مبروك المش مهندس هاني أبو ريدة، مبروك مبروك. ونقول القايمة دلوقتي، قايمة كاملة دلوقتي حالا. ثواني. قائمة رسميا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الكورة بالكامل. قائمة بعد غلق باب الترشح لم يتقدم أي أحد بالقائمة. أول حاجة السيد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، النائب السيد خالد الرندلي. ده بقى الرئيس هاني أبو ريدة، السيد هاني أبو ريدة، والنائب السيد خالد الرندلي. بعد كده الأعضاء بقى: السيد أحمد الشريف، السيد محمد الشربيني، السيد وليد درويش، السيد مصطفى أبو زهرة، السيد طارق أبو العينين، السيد محمد أبو حسنين، السيدة إيناس المظهر. والمرشحون الاحتياطي: السيد أشرف حسن، السيد جيمس الرب، السيد هيام محمد بركة. دي الأعضاء قائمة المهندس هاني، قائمة هاني أبو ريدة. يلا بقى نتكلم بقى بعد كده بقى تحليل المباراتين بتسوانا والراس الأخضر. يلا بقى نتكلم على تشكيل منتخبنا الوطني أمام الراس الأخضر. طريقة اللعب 4-3-3. بدأ بحراسة المرمى الشناوي وأحمد عيد في اليمين، وحمد فتحي في الشمال، واثنين سنتر باك: رامي ربيع وحمد فتحي، ومحمد شحاتة 6، وكوكا ومحمود صابر وطاهر محمد طاهر وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، ونزول دونجا. شحاتة بعد بات المباراة بدقيقتين اتصاب ونزل دونجا. كده المنتخب مصر لعب الشوط الاول هنا. مباراه كانت حلوه قوي في الشوط الاول، جبنا جون وهدف طاهر محمد طاهر. ثم الشوط الثاني لعبنا اول بقى الراس الاخضر، يعني كان هيخرج وخرج فعلا، او كان ننزل الشوط الثاني موتنا عايز يكسب، والحمد لله تعادلوا في الدقيقه 60 من ضربه جزاء اي كلام. كده منتخبنا المصري لعب الشوط الاحلى، الشوط الاول اداء حلو. بعد كده نركز بقى على المباراة التانية، مباراة اللي انتهت منذ قليل، ماتش بتسوانا. لعب قدام بتسوانا شوبير في حراسة المرمى، وعمر كمال في اليمين، وفي الشمال حمدي فتحي، رامي ربيعة، بيكهام، مروان عطية، تريزيجيه، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، مرموش، ومصطفى محمد. لعب شوبير مكان الشناوي، ولعب عمر كمال مكان أحمد عيد، ولعب بيكهام مكان حمدي فتحي، ولعب مروان عطية مكان دونجا، وناصر ماهر وتريزيجيه مكان كل من كوكا ومحمود صابر، ولعب مرموش مكان ابراهيم عادل، ولعب مصطفى محمد مكان اسامه فيصل. احنا المباراه دي كنا وحشين جدا. عند الشوط الاول كنا كويس، كان جبنا ده كان فينا جون في الدقيقه الثامنه، ثم جبنا جون التعادل في الدقيقه 15 في دقيقه تريزيجيه. ثم الشوط الثاني كلهم كانوا راجعين ورا، كان عايزين يتعادلوا، وفعلا نجحوا في التعادل في النقطة. مبروك لمصر، كده صعدنا. كده مكاسب البطولة دي: حسام حسن كسب كتير من اللعيبة. كسب أولهم كسب شوبير في حراسة المرمى، كسب في اليمين أحمد عيد، في الدفاع كسب محمد ربيعة وعبد المجيد، وفي النص كسب محمود صابر وكوكا وشحاتة وكحرون الإصابة، وكسب في الهجوم زناكا وابراهيم عادل ومصطفى فتحي. كسب كل اللعيبه كلها شاركت النهارده، واللعيبه اللي شاركت ماتش راس الاخضر
كلهم كويسين، وطاهر محمد طاهر عادل مستواه. يلا نتكلم على قضية فتوح، ثم المنتخبات اللي صعدت والمنتخبات اللي تهالت. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم أحمد فتوح بحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20,000 جنيه وسحب رخصة القيادة لمدة 3 سنوات. ألف 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 مبروك لقضية فتوح، مليون مبروك لقضية فتوح. يلا بقى كمان نخش بقى نشوف بقى المنتخبات اللي صعدت والمنتخبات اللي تأهلت. يلا بقى المنتخبات اللي صعدت: المغرب، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجزائر، كونغو الديمقراطية أو جمهورية الكونغو، السنغال، مصر، أنجولا، غينيا الاستوائية، ساحل العاج وكوت ديفوار حامل اللقب، الجابون، أوغندا، جنوب أفريقيا، تونس، نيجيريا، زيمبابوي، زامبيا، مالي، جزر القمر، السودان، بنين، تنزانيا، بوتسوانا، وموزمبيق. كل ده ألف 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 مبروك طبعا المغرب المستضيف، وألف مبروك لمصر وتونس والجزائر والسودان وجزر القمر وهارد موريتانيا وليبيا عن خروجهم. وكمان مفاجأة: خروج المنتخب الغاني من البطولة. غانا مش موجود. هارد لك لغانا وهارد لك للجماهير غانا، معلش ان شاء الله موجودين البطوله الجايه. والتوفيق للفراعنه ان شاء الله والحصول على النجمه الثامنه. بس ده بشرط مش مهندس هاني ابو ريده واتحاد الكوره عايزين ماتشات في يناير وماتشات في فبراير قبل تصفيات كاس العالم، قبل اثيوبيا والسيراليون في شهر مارس باذن الله. كمان عايزين ماتشات وديه باستمرار قبل بطوله افريقيا وقبل كاس العالم باذن الله. وان شاء الله رايحين في كاس العالم، وان شاء الله موجودين في كاس العالم باذن الله. بس اهم حاجه نصعد كاس العالم، عايزين ماتشات وديه ناخد البطوله ان شاء الله ونروح كاس العالم في شهر 6 2025 26. خلاص كاس الافريقيه فاضل عليه سنه وشهر هيتلعب. البطوله هتبدا 21/12 سنة 25 هتنتهي 21/1 سنة 26 بتوفيق الفراعنة، بتوفيق لمنتخبنا الوطني، بتوفيق لمصر إن شاء الله بإذن الله. حصلنا على النجمة الثامنة. وكمان عندنا مفاجأة أقولها لحضراتكم. اشترك بالحساب بسرعة. تا 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 رسميا الاهلي يرصد 5 مليون يورو تعاقد مع كابتن مصطفى محمد. الاهلي هيدفع 5 مليون يورو للفريق الفرنسي قبل كاس عالم الانديه. وكده باي باي كهربا، كده الاهلي خلاص هيجيب مصطفى محمد الله اعلم. وكمان خبر الزمالك اصابه محمد شحاته لمده شهر، ومش عارف بقى اصابه ابو علي صحيحه ولا مش صحيحه. كل ده نعرفه الفتره الجايه. كمان مش اشتراك وتفعيل الجرس. وكمان في حلقات جايه عندنا يوم الجمعه ان شاء الله والسبت الاهلي والاتحاد والزمالك والمصري. وبعد كده الاهلي بطل استاد ابيجان اوفاري، والزمالك بطل موزمبيق في دوري الابطال وفي الكونفدراليه. وكمان عندنا ماتشين سخنين نار في الدوري الابطال: ماتش ريال مدريد ضد ليفربول والسيتي في الدوري الانجليزي. ماتشات ضرب نار. كل الجديد مع باسم الزمر، ومنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكل الجديد مع باسم الزمر. والى اللقاء في حلقه جديده. ومنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ودوسوا على الجرس. شكرا. كان معكم باسم الزمر. اشتراك على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. شكرا. الى اللقاء. سلام.